هنا يتواصل مسار الوداد الرياضي أمام الأنصار في ذهاب الدور نصف النهائي أمام فريق تعود على مواجهته في السنوات الماضية. يتعلق الأمر بنادي ماميلودي سانداونز القادم من جنوب أفريقيا. إلى منصورة، إلى من منظر رائع جدا. مركب محمد الخامس يزين هكذا جمهور الوداد الرياضي اللون الأحمر، اللون الأبدي لنادي الوداد. هكذا يتزين مركب محمد الخامس في قلب العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء. صدقوني الوداد المساندة لا تكون فقط من العالم، وهذا تيفو ليس بجديد. نعم صادق من قال هؤلاء هم ملوك المدرجات، فعلا تثبتون وتؤكدون في كل مباراة في كورفا نورد هنا في المنطقة المخصصة لعشاق الوينرز ولمتتبعي الوداد الرياضي. التيفو يرفع في هذه اللحظات، جمالية اللقطة ولوحة فنية هنا يرسمها جمهور نادي الوداد كتعبير عن الحب والمؤازرة والمساندة اللامشروطة للفريق الأحمر في رحلته الإفريقية. لذلك هذه الحقيقة يجب أن يتقبل الجميع. تاكناوتي اسمان فقط من يغيبان. هناك بعض التغييرات في التشكيل لأن محمد أناجم يبدأ أساسي وكذلك رضا الجعدي يعود إلى التشكيلة الرسمية. سلام، في كل مرة أتوقف عند لحظة يمتع فيها جمهور فريق الوداد الرياضي. هكذا صور تصدر وهكذا رسائل تأتي من مركب محمد الخامس: نحن الأفضل ونحن المميزون ونحن المبدعون ونحن بحق ملوك المدرجات. أنتم تستحقون بشهادتي كذلك الخبراء وكذلك كل من يتابع من وسائل الإعلام حتى في أوروبا وحتى في مختلف بقاع العالم بأنكم فعلا أنتم الملوك، ملوك المدرجات. إذا ضربت مواجهة مصيرية بينما انطلاقة العملودي من الجهة اليمنى، العملود العرضية والتدخل من الدفاع. ضغط الودادي مع بداية المباراة. الكرة في نهاية المطاف موديبا يرسل اماميه في اتجاه لاعب الزواني، خطير اللاعب الزواني مع الشالوليلي، يجب الحذر من الشالوليلي. هذه صعبه الهدف الاول حذاري من شالوليلي، يسجل اول هدف المامي. تابع الاعاده، شوف الاعاده مره اخرى. هنا اللقطه فيها تسلل، هذه من بدايتها فيها تسلل، هذه من بدايتها فيها تقدم واضح، فيها تسلل واضح. لكن ننتظر التحكيم وننتظر الطاقم وننتظر ربما الفار. هذه الإعادة يحيى عطية الله، يحيى اللقطة الماضية يبدو بأن فيها التسلل، والحكم لحسن حظنا نعم شالوليلي كان في وضعية التسلل. هنا من الوهلة الأولى كان واضح بأن شالوليلي في 2001 لما خسر مع فريق الأهلي إياب اللي انتهى لفائدة الأهلاوية 3-0 ثلاثية وهاتريك تاريخي بالنسبة لي خالد بيبو. ثم فاينل 2016 لما فازوا على الزمالك بينما التسديدة ضعيفة ولكن المطيع في المتابعة، المطيع يحمى الترجي في رادس. هنا تلعب الكرة الأمامية بالراس، المتابعة من يوسف المطيع. الوداد الرياضي الكرة الأمامية، نقلة في منتصف الميدان، التغطية بعد ذلك بوطويل. حذاري من هذه الكرة. أرسن زولا لا زالت صعبة، مرة جانبية كان في راية بعد ذلك. نعم الراية تأتي وبالتالي هنا وضعية تسلل في اللقطة الماضية. الإعادة مجددا، نعم العودة من التسلل. هنا ويليامز يرسل كرة أمامية في اتجاه من جبران، يحاول يضغط على المولدو أمامية. ما يمرش يا زولا غير معقول كيف يتم ترك هنا الحريه واعطاء المجال والمساحه للاعبي السانداونز ليتقدموا بهذا الشكل. شوف كيف مروا على زولا، لاعبين سريعين مقاتل مع مدافعين نادي الوداد الرياضي، لاعبين سريعين. وموكوينا يقطع الطريق، اذا ستلعب هذه الركنيه مرفوعه الكره. ونجم مره اخرى يعليها ونجم وبالراس ويامس يخرج. رجعة ودادية مرة أخرى، الجعدي يطلب أناجم على الطرف الأيمن. عندك بعد ذلك استلام من بوارا، 1-2 وناجم يمر وناجم العرضية العملود. هل فيها لمسة يد؟ الحكم يقول واصلوا تابعوا. رجعت مرة أخرى هذه من زاوية أخرى. شوف التدخل يعني هنا الكرة مشات
كرة تم إخراجها، ولكن لاحظ مع الرجل عليك وأنت كنت تفتش عنها يا ولدي. هذا التدخل يستحق البطاقة الحمراء. بطاقة حمراء فعلا، كارت أحمر في هذه اللحظات. مايما سيخرج ليس مرة ثانية. عموما يحيى عطية الله يرفع هذه الكرة بالراس. تلعب هذه الركنية. هنا رضا الجعدي الراسي. امين لو تترك لارسن، امين لو تترك لارسن. هذا ارسن وامين في نهايه المطاف. هنا الضربه الراسيه العملود، الضربه الراسيه من العملود. الوداد اخطر في هذه الكرات. هذه الاعاده، الضربه الراسيه في القائمه الثاني، ولكن يلمسها ويليامز تخرج مباشره الى الركنيه. أخطر الكرات الودادية منذ بداية. جبران يتقدم، جبران يمرر سيف الدين بوارا. يا سيف الدين، يا سيف الدين، كيف تخسر هذه الكرة السهلة؟ هذه الأخطاء اللي ممكن يستفيد منها الصن داونز. لا زالت صعبة العرضية. شوف الصن داونز حتى ب10 لاعبين يهاجم لعناصر الماميلودي صن داونز عن طريق لاعبي موديبا. صعبة هذه الكرة، صعبة هذه الكرة، ما يسددش، خطيرة بعيدة تماما. سجل عليك. هنا تلعب الضربة الحرة، مرفوعة الكرة. سامبو على الطاير. سامبو هذه الإعادة مرة أخرى، لم تلمس الكرة الأرض. على تلعب هذه الضربة الحرة. زوير ويحيى عطية الله. خليها لي زوير، خليها لي زوير يا يحيى، خليها لي زوير يا يحيى. عندي فيك الثقة يا زوير، عندي فيك الثقة يا زهير. جيبها يا زهير، جيبها يا زهير. أرى في الشباك يا زهير، أرى في الشباك يا زهير. هذه تسديدة، خليها لي زهير يا يحيى، خليها لي زهير يا يحيى شوية، لأنه هذه مباراة في رتم عالي جدا، وبالتالي التسخين هو مطلب ضروري. مترجي جول جول جول، غير معقول يا مترجي، غير معقول. هذه هدية أتتنا، هذه هدية أتتنا من دفاعات الماميلودي صن داونز. كرات مثل هذه أمام الصن داونز لا تضيع يا زهير، ظروف لا تضيع، لأن هذه مباراة أنصاف الفرص، مباراة أنصافية الفرص. هذه الإعادة مرة أخرى. يحيى عطية الله غلطة دفاعية، المترجي لم يستفيد منها، غلق عليه الزاوية تماما حارس المرمى ويليامز. هذه تلعبها في القائمة الثانية زهير، هذه تلعبها في القائمة الثانية زهير وليس القائمة الأول. معروف القاعدة تقول القائمة الأول، هنا مباشرة الحارس يغلق في الزاوية، وبالتالي شوف نظرتك، عينك على القائمة الثانية، عينك على القائمة الثاني. هنا لو سددها مقوصة القائمة الثاني كان ممكن